السلام عليكم والف مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه ديال الغريبه ديال الطونيك، غريبه معروفه عندنا وكتجي لذيذه، وكنصحكم الا ما عمركم صوبتوها تجربوها ما غاديش تندموا. وغادي تحتاجوا في المقادير ديال هاد الغريبه 4 ديال الاصفر ديال البيض اللي سلقناهم، 4 ديال الزبده بحراره الغرفه، كاس ديال السكر كلاصي سكر بودره، كاس ديال الزيت، 2 خمارات، والدقيق على حسب الخليط. في واحد القصريه ولا في واحد الاناء كنوضعوا الصفر ديال البيض ديالنا محكوك، كنزيدوا له السكر كلاصي والزبده وواحد قبيصه د الملح، وكنخلطوا مزيان حتى تنسجم العناصر كلها. ثم كنبداو نضيفوا الزيت ديالنا بالتدريج وكنخلطوا مزيان. بعد ما كتلاحظوا كما كتلاحظوا دابا الزبده ديالنا مزيان، كنبداو نزيدوا الدقيق وكنجمعوا حتى نحصلوا على العجين المتماسك ديالنا. وما نساوش بطبيعه الحال نضيفوا الخمارات ديالنا. من بعد ما كتجمع لينا العجينه، وممكن نديروا هذه العمليه حتى قبل كنضيفوا واحد قشره ديال الحامضه، هذا كيبقى اختياري على حسب واش كنبغيو الحامض، وكنخلطوا مزيان. وفي الاخير كنعملوا العجين ديالنا على شكل كويرات صغار، وكنوضعوهم في لاطه اللي دهناها بالزيت وندخلوهم الفران اللي ديجا سخناه، كنخليهم حتى كينضجوا ثم كنخرجوهم. من بعد ما طابت الحلوه ديالنا كنخرجوها وكنبداو نفندوها في واحد البسكوي ديالنا، البسكوي المعروف باسم طونيك. كناخذوا واحد 10 ديال الباكيات كنحكوهم، كنحصلوا على هذا البسكوي هكذا. كنوضعوا الحلوه ديالنا في واحد الشكلاط اللي ذوبناه في حمام ماغي، كنغطسوه مزيان حتى نتاكدوا انها تغلفات مزيان، ثم كنوضعوها في هذاك الشكلاط اولا البسكوي ديالنا، وكنغلفوها به مزيان حتى كنحصلوا على الشكل اللي شفتوه في الفيديو. وها هي الحلوه ديال الطونيك ديالنا. من بعد ما كتوجد كتلاحظوا كيف كتمنظر جديد وزوين، وحتى الطعم ثقوا بيا راه لذيذه، ما تصوروش كيفاش داك الصفر ديال البيض كيدير ديك النتيجه زوينه. وكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى ديروا لايك، وإلا بغيتوا توصلوا بالجديد ديال الوصفات ديالي ما عليكم الا تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الشاشه للاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.